السلام عليكم. اليوم راح اطبخ قيمة باللحم المفروم وحمص مجروش. انا هنا عندي بصلاية حمصتها، اخلي عليه شوية من الكركم بسم الله، وشوية من الهيل مطحون بسم الله، وهاخلي عليه عود قرفة او دارسين، وحمص المواد كلها مع بعض. الدارسين والهيل يعطي طعم كلش طيب للمرقة مالتنا القيمة. وهنا اني بدأ افور شو يسموه حمص مجروش، هذا شوفون، وهذا الوغل مالته كله لازم تشيله، يعني شيلته هواية منه وهم يسوي هسه كله حشيله. هسه راح اضيف عليه من حمصت التوابل مالتي ويا البصل، راح اضيف عليه اللحم المفروم مالتي تقريبا 300 الى 400 غرام مو اكثر، وحمصه ويا اللحم ويا البصل والتوابل مالتي. هذا كله ينضج مع بعض. هذا القيمة هواية طيبة يعني سريع التحضير، راح يصير بس يعني تقدرون تسوون جنبه رز وتاكلوا مع الرز. هسه بهذا المرحلة هأدير عليه شوية من الملح بسم الله الرحمن الرحيم، وش يسموه شوية من الفلفل الأسود بسم الله، ولي وبصرة المطحونة بسم الله. هسه بهذا المرحلة راح ادير عليه الحمص المجوش مالتي، صفيته من المية مالته، وملعقة من معجون الطماطم، اخلط كلها مع بعض بسم الله. خليه مثل ما قلت لكم اني المعجون مالتي افرزه، ما اخليها بالثلاجة يعني يقطن عندي، من هذا افرزه من اريد اطلع. اساني حمص المعجون والحمص المفروش مع بعض والمواد وارجع لكم. بهذا المرحلة من حمصت المعجون الطماطم مالتي والمواد، راح ادير عليه عصير الطماطة، يجي احنا عندنا نقول له فاصوليا طماطم بسم الله الرحمن الرحيم، وقبضها هيجي فد نص ساعة إلى 45 دقيقة والمرقة مالتي جاهزة. هسه أنا القيمة مالتي جهزت، وأني قليت بطاطا وخليتها بجنبه، احنا ناكلها مع الرز. إذا عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا